يلا بينا نعمل مع بعض كفتة الحاتي. مكوناتها كده بسيطة جدا للأوقات السريعة. نص كيلو من اللحمة المفرومة والدهن بتاع الكفتة، وبصلتين مبشورين مصفيهم كويس من المية بتاعتهم، وحزمة بقدونس واخدة منها الورق فقط. هحط هنا كده على النص كيلو المفروم حوالي 100 جرام من الدهن بشراه كويس، والبصلتين بعد ما صفيتهم هرجع تاني اصفي اي ميه كده فيه، لازم تعصريه كويس قوي عشان ينزل اي ميه. وهنزل بيه الورق بتاع البقدونس. وهحط بقى هنا السر بتاع الكفته: معلقتين من الدقيق، معلقتين من النشا، ونص معلقه من البيكنج باودر، معلقه من الملح، نص معلقه من الفلفل الاسود، ربع معلقه من القرفه، ونص معلقه من الحبهان المطحون. وعندي هنا كفته المشاوي تقدري تستخدميها على طول، هنزل بمعلقتين كده صغيرين منهم. وهرجع بقى يعني اعجن الكفته بالبصل بالمكونات بتاعتنا. عايزه اعملها كويس قوي بحيث ان هي تمسكي الكفته تلاقيها كده خلاص بقت ليها خيوط كده بتعمل معاكي. هجيب كده الصينيه بتاعتي هديها دهنه من الزيت بسيطه كده، وما كانش عندي هنا العيدان بتاعه الشيش طاووق بصراحه، فاستخدمت شاليمو كده عشان اعمل بيها الكفته. وهصبع الكفته بتاعتي واحطها كده في الصينيه، وهكون مسخنه الفرن من قبلها، يعني كفرن وكشوايه والمروحه عشان الكفته كلها تاخد لون وتستوي معانا كويس قوي. هصبع الكميه اللي انا محتاجاها كلها، وهدخلها بقى في الفرن لمده 25 دقيقه او 20 دقيقه لحد ما تستوي معانا. بصوا كده خلاص استوت كلها بقت سوا واحد. هطلعها كده، بصوا من تحت ومن فوق استوت كويس قوي. دي سريعه كده، حاجه سريعه تعمليها سندوتشات لاي وقت انت محتاجاه. جربيه وقولي لي ايه رايكم.